نراهم يتحمسون ويسجلون داخل الملعب بينما خارجه يحجمون عن الاقتراب من فكرة الزواج. ما السبب إذن؟ ما الذي يجعل لاعبين مشاهير يمتلكون الشهرة والمال والكثير من المعجبات يتراجعون عن هذا القرار؟ دعونا نتعرف على السبب في هذا الفيديو. لنبدأ بالثنائي السابق شاكيرا وبيكيه. برغم ارتباطهم لفترة طويلة وإنجابهم طفلين، إلا أنهم لم يخطر ببالهم أبدا أن يكللوا هذه العلاقة بالزواج. وقد سبق وصرح نجم كرة القدم المعتزل أنهم يستمتعون بعلاقتهم ولا يحتاجون لأي أوراق رسمية لإثبات حبهم، بينما اعترفت شاكيرا أن فكرة الزواج في حد ذاتها ترعبها، وأنها ترغب في أن تبقى محبوبة بيكيه وفاكهته المحرمة دائما. ولكن يبدو أن الأمر لم ينجح، إذ بحث بيكيه عن نوع آخر من الفاكهة، وأعلن الثنائي انفصالهم العام الماضي. كان انفصال الثنائي الأشهر صدمة كبيرة لعشاقهم حول العالم، وربما شجع بعض النجوم على العزوف عن الزواج أيضا. على سبيل المثال، التشيلي أليكس سانشيز يبلغ من العمر 34 عاما ولا زال أعزب. وماذا عن الإيطالي جورجينو فينالدوم؟ برغم بلوغه 32 عاما وإنجابه أطفال من علاقات سابقة، إلا أنه لم يفكر بالزواج مطلقا. دعونا لا ننسى الجناح الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي ما زال عازفا عن الزواج حتى الآن. لكن لابد من وجود سبب منطقي مشترك يجمع بين لاعبي كرة القدم خاصة والمشاهير عامة. ففي أوروبا تختلف قوانين الطلاق بشكل كبير عن بلداننا العربية، إذ يطالب الزوجان بالإفصاح عن دخلهم وممتلكاتهم وكذلك ديونهم عند تقديم أوراق الطلاق، ليتم تقسيم الأصول والممتلكات بينهم. فلا يمكن أن يتحايل أي طرف على هذا الأمر ليتم التقسيم العادل بين الطرفين. لذلك ربما يتردد بعض اللاعبين في اتخاذ خطوة الزواج والمخاطرة بخسارة نصف ثرواتهم التي حققوها بعد مشقة. على سبيل المثال، قضية الطلاق الشهيرة للإيفواري إيمانويل إيبوي، إذ خسر إيبوي دعوى طلاق لصالح زوجته السابقة تسببت في خسارته لكل ما يملك حتى أصبح لا يمتلك أي شيء. ويقول إيبوي: لم أتعلم بشكل كاف، ومن هنا أوكلت زوجتي بكل الأمور المالية. كنت أوقع على جميع المستندات التي تعرضها علي زوجتي دون أن أعرف ما أهمية أو ضرر ذلك. ويضيف: لم أكن أعرف ماذا تفعل، وكنت أحرص فقط على إرسال الأموال لها ولأولادي. عندما كنت في تركيا كنت أتقاضى 8 ملايين يورو سنويا، وكنت أرسل لها 7 ملايين من أصل 8. واليوم لا أريد أكثر من الحديث مع أبنائي ولو لمرة واحدة. ليصبح بلا أموال ولا منزل ولا سيارة، فكل سيارات إيبوي التي كان يمتلكها أصبحت ملكا لزوجته. ومن هنا أصبح مضطرا للتنقل بين وسائل المواصلات العامة في لندن والسكن في شقة صغيرة مستأجرة فارغة تماما من كل شيء، كما تم إيقافه عن لعب كرة القدم لعجزه عن دفع راتب وكيله. فقد مر بفترة عصيبة حتى أنه فكر بالانتحار. أما ريان جيجز الأسطورة المخلص لمانشستر يونايتد، لم يكن بذلك الإخلاص في حياته الشخصية. برغم المسيرة المميزة التي حققها جيجز، فإن نزواته الشخصية منحته شهرة من نوع خاص، فهو زير نساء ونقطة ضعفه الوحيدة هي المرأة. انفصل ريان عن زوجته ستايسي كوك عام 2017 بعد تورطه في عدة علاقات نسائية، إحداها كان مع زوجة شقيقة روديري والتي تدعى ناتشا. وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنها كانت قد أجهضت حملها من ريان قبل أيام من زواجها من شقيقة روديري، بينما وصفه روديري بأنه أقذر أخ يمكنك أن تسمع عنه. بالإضافة لذلك فهو زوج سيء. وقد حصلت طليقته ستايسي على 52 مليون جنيه استرليني من ثروة الزوج الخائن. انفصال تيري هنري أيضا كان شاقا عليه، إذ خسر ابنته تيا، وصرح أنه يفتقدها كثيرا، وقد قام بتسوية طلاقه مقابل 10 ملايين دولار حصلت عليها طليقته بعدما عثرت على رسائل غرامية بينه وبين أحد المعجبات. وكل ذلك يقودنا للسؤال التالي: هل تعتقد أن رونالدو لا يرغب بتوقيع أوراق الزواج من جورجينا حتى لا يضطر للتورط في قضايا انفصال مشابهة؟ ربما الإجابة المنطقية هي نعم، بالإضافة إلى رغبة والدته دولاريس أفيرو التي تمثل عاملا أساسيا في اتخاذ هذا القرار. فوفقا لبعض المصادر المقربة من الأسطورة البرتغالية، هي ليست من محبي جورجينا، بل تؤمن أنها تسعى وراء المال ليس أكثر،
وبرغم ذلك أعتقد أن رونالدو قد توصل لاتفاق عادل مع جورجينا لتخطي هذا الأمر. والآن مع الدراما الحالية وقضية انفصال أشرف حكيمي عن زوجته هبة عبوك، والتي بدأت باتهام النجم المغربي في قضية اغتصاب، وبرغم براءته منها إلا أن زوجته هبة عبوك قامت برفع دعوى طلاق ضده لضمان أمانها هي وأبنائها، مطالبة بنصف ثروته التي تبلغ 70 مليون دولار. لتتبين المحكمة لاحقا أن حكيمي لا يملك أي شيء باسمه، وأن أملاكه باسم والدته، حتى راتبه من باريس سان جيرمان يتم تحويله مباشرة لحساب والدته، لتتعرض عبوك لانتكاسة غير متوقعة.